هل لو معايا تأشيرة سارية لأي دولة ممكن ضابط الجوازات يرفض يدخلني الدولة اللي أنا مسافر عليها؟ ممكن جدا. مش معنى إن أنت حصلت على التأشيرة سواء الأمريكية أو الأوروبية أو إنجلترا أو كندا أو أيا كانت الدولة اللي أنت مسافر عليها، أي دولة أجنبية عموما، مش معنى إن أنت أخدت التأشيرة فأنت كده هتدخل البلد مؤكد 100%. ضابط الجوازات اللي انت بيسألك في المطار على سبب السفر بتاعك او انت جاي البلد دي النهاردة تعمل ايه، هو من حقه يرفض دخولك البلد بناء على بعض الحاجات اللي هو ممكن يكتشفها او هو يكون حاسسها. مش لازم تكون الحاجات دي حقيقية بالنسبة ليه هو، ولكن هو بيكون القرار لدخولك البلد مبني على قرار الاوفيسر او ضابط الجوازات اللي هو بيكون واقف معاك في البلد اللي انت مسافر عليها. أنا معاكم سامح من فيزا ستيشن، والنهاردة هنتكلم على موضوع ضابط جوازات المطار ودوره معاك في المطار بيعمل إيه. النهاردة أنت لو مسافر لأي دولة في العالم، وبالنسبة لضابط الجوازات هو بيسألك كام سؤال، لازم تكون أنت محضر أسئلة، محضر الإجابات بتاعتك على الأسئلة بتاعته. وهي أول حاجة سبب زيارتك للبلد دي إيه النهاردة، ولازم يكون عندك سبب واضح 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 جدا وبسيط ومنطقي وما تكونش متوتر. النهارده انت لو مسافر لاي دوله في العالم عندك سببين. احنا بنتكلم طبعا على تاشيرات سياحيه وتاشيرات الاعمال اللي هي بالنسبه لزيارات معارض، او ان انت رايح تزور شركه، او ان انت رايح تحضر مؤتمر او حاجه زي كده. أول حاجة لازم لما تتسأل على سبب زيارتك للبلد دي إيه النهاردة، لازم ترد وتوضح السبب اللي أنت جاي عليه، ولازم تكون عارف ترد، وما ينفعش إن أنت ما تكونش عارف ترد. الحاجة التانية هتتسأل على حجز الأوتيل اللي أنت نازل فيه، او انت هتنزل فين او هتسكن فين. عندك الاسباب كتير، ممكن تكون حاجز شقة عن طريق اير بي ان بي، او ممكن تكون حاجز اوتيل، او ممكن تكون هتنزل عند حد من صحابك. ولكن لو في حالة ان انت نازل عند حد من صحابك هتذكر اسم صاحبك ورقم تليفونه، ومحتمل ان ضابط الجوازات هيتواصل معاه يتأكد يشوف انت رايح عند الشخص ده ولا لا. طبعا مش كل الناس بيعملوا معاهم كده، بس بيبقى مترتب على باسبورك شكله ايه. بمعنى ايه باسبورك شكله ايه؟ بمعنى ان انت دلوقتي عندك سفريات قبل كده ولا لا؟ هل دي التأشيرة الوحيدة على باسبورك؟ هل انت زرت البلد دي قبل كده ولا لا؟ هل انت متوتر؟ هل انت شكلك مناسب؟ هل انت كلها بتبقى على حسب تقدير ضابط الجوازات اللي في المطار اللي البلد اللي انت مسافر عليها. سبب كمان مهم جدا، يكون معاك فلوس كاش ويكون معاك كريدت كارد. هل لو انت مش معاك كريدت كارد هل هيمنع دخولك البلد؟ لا، مش هيمنع دخولك البلد، ولكن لازم تكون معاك فلوس كاش بتغطي تكلفة السفر بتاعتك، سواء اوتيل، سواء اكل، سواء مواصلات، سواء يعني يعني مثلا انت مسافر اسبوع لازم يكون معاك مثلا في حدود 2000 يورو 2000 دولار على حسب البلد اللي انت مسافر عليها. طبعا في دول من شروط السفر ليها زي لبنان بيكون مطلوب منك رقم معين من الدولار قبل ما تركب الطيارة. هل موظف الطيران ممكن يرفض طلوعك الطيارة؟ طبعا ممكن جدا، لان انت لازم تكون عارف ان اي طيارة متجهة لاي دولة بيكون في حصر للركاب اللي هيسافروا على الطيارة دي، وبيبعتوا للحكومة للبلد اللي انت هتسافر ليها او اللي انت متجه عليها علشان يعملوا زي استعلام امني عليك. هل انت عندك مشكلة سابقة مع البلد؟ هل انت عندك اي حاجة امنية؟ هل انت مثلا مش مناسب ان انت تسافر لاي غرض او لاي سبب إن كان؟ موظف الجوازات ممكن يرفض دخولك البلد، وموظف خطوط الطيران ممكن يرفض طلوعك على الطيارة. هيقولك ان التأشيرة بتاعتك اتكنسلت، هيقولك ان انت ارجع للسفارة، هيقولك سبب من الاسباب، ولكن مش هيقولك السبب الحقيقي، او مش هيقولك ان انت مثلا مرفوض علشان التأشيرة بتاعتك فيها حاجة معينة. ولكن ان انت لازم تبقى عارف ان انت عندك الاسباب المهمة جدا. انت معاك حجز فندق، معاك حجز طيران ذهاب وعودة. طبعا الذهاب بيبقى مذكور تذكرة العودة، ومحتمل جدا يسألك في المطار انت هتقعد فترة قد ايه، وبيبص على حجز الاوتيل وبيبص على حجز الطيران للتذكرة العودة بتاعتك من البلد. ممكن كمان تكون انت مسافر ترانزيت،
ممكن تكون مسافر من دولة لدولة، ممكن انت تكون مسافر لدولة معينة وهترجع على دولة تانية، ممكن تكون انت مقيم في بلد تانية اصلا وهترجع عليها. فلازم تكون انت موضح كل الحاجات دي بالنسبة لضابط الجوازات في المطار، علشان برضو احتمالية ان انت ترجع هي مش احتمالية كبيرة، علشان برضو ما تبقاش خايف وانت مسافر، ولكن لازم تبقى عندك ردود، لازم تبقى واضح، لازم تبقى انت فاهم يعني ايه انت رايح بلد تانية، وفاهم يعني ايه رايح لثقافة تانية، ولازم الشخص ده اللي هو مسافر يكون عنده ترتيبات للسفرية بتاعته. ودي حاجات مهمة جدا، حاول ان انت تهتم بيها علشان ما تعرضش نفسك لان انت ترجع من المطار يضيع عليك تكاليف السفر، تبوظ رحلتك، تكون ملتزم بميعاد معين لايا كان السبب ايه. فحاول ترتب الاجابات بتاعتك، وحاول ترتب سفرية بتاعتك، وحاول تكون معاك حجز الاوتيل بتاعك. حتى لو مش هتنزل على الاوتيل ده، يفضل ان انت يكون معاك حجز مؤكد بالنسبة للمطار في البلد اللي انت هتسافر عليها. اولا حتى كمان موظف الخطوط الطيران بيسألك على حجز الاوتيل، بيسألك على تذكرة العودة، فالاتنين بيكونوا مرتبطين ببعض، والاتنين مهمين جدا في اي سفرية انت مسافرها لاي دولة في العالم عموما. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، وتابعونا على قناتنا في اليوتيوب فيزا ستيشن، واعمل سبسكرايب للقناة بتاعتنا وفعل الجرس، وان شاء الله في فيديوهات جاية جديدة ان شاء الله هنجهزها ونرفعها على صفحتنا في فيزا ستيشن. شكرا ليكم، ومعاكم ان شاء الله في حلقات جاية كتير.